إنشاء دول جديدة. الحرب ستؤدي إلى إنشاء دول جديدة في قارة آسيا، والتي ستكون نتيجة لتحالفات جديدة بين الدول. طبعا هنا التوصيات: الاستعداد للصراع بالمسألة الكردية. يجب على الكرد الاستعداد للصراع القادم من خلال تعزيز قوتها العسكرية وتحسين قياداتها الاقتصادية. التواصل الدبلوماسي: يجب على الكرد توحيد الصفوف وتعزيز التواصل الدولي والدبلوماسي مع الدول الأخرى لتحقيق مصالحهم. 3. الاستثمار في التكنولوجيا: يجب على الكرد الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين قياداتها في مجال إدارة المياه والطاقة. جميع هذه المعلومات مأخوذة من مصادر استخباراتية موثوقة. طبعا هون في خبر اليوم من قسد، طبعا أنه مصادر مطلعة: ستشهد المرحلة مقبلة معارك ستشرين دخول تقنيات عسكرية متطورة، يعني تكنولوجيا جديدة بالنسبة للمسيرات من قوى سوريا الديمقراطية، سيكشف عنها لأول مرة. طبعا ناشرين هذا الخبر من دون معلومات أيضا، يعني تعقيبا على التقرير الصادر. وشفنا احنا أيضا بتصريحات مراد قلرين آخر فترة تحدث فيها على التقدم التكنولوجي الموجود ومسألة تحييد الطيران بشكل نهائي. فالكرد نوعا ما يحاولون مواكبة التكنولوجيا، لكن أنا شخصيا كصلاح الدين أحثهم بشكل هام للغاية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو اللي راح يكون حرب العصر القادمة. وشفتوا أنتم التقارير المخابراتية والصراعات اللي تمت ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على مسألة الذكاء الاصطناعي وتقدم الصين نوعا ما. الخطوات اللي قامت فيها الصين بمسألة الذكاء الاصطناعي وأدت إلى خسارة الشركات الأمريكية ورؤساء الأموال الأمريكيين بملايين الدولارات. وهذا أمر هام للغاية. جان كردي: ما في فيدرالية. شو مشان الفيدرالية؟ كاتب لي ما في فيدرالية. يا أخوي روح نام لساتك بتحلم أنت بالفيدرالية. ما في فيدرالية، انسى. على كل مسألة الاستثمار بالتكنولوجيا هو مهم للغاية. فمواكبة العصر، نعم، حتى ولو لم تكن دولة، استعمال التكنولوجيا في الحروب الحديثة هام للغاية. ونحن شفنا مسألة المسيرات والتقدم اللي حصل فيه، لكن بشوية تكنولوجيا أكثر ممكن أنك أنت تتغلب على أعدائك بشكل كبير جدا. طبعا نرجع لمحورنا الأساسي. طبعا نحن نعرف مؤتمر باريس وتحدثنا عنه امبارح بشكل هام للغاية، وشفنا أنه فرنسا إيش اللي طلبت وعملت. إيش اللي صار بعد المؤتمر، كواليس المؤتمر، هذا هو المهم. مو المؤتمر شو طلع وشو النتائج كذا، هذا أمر آخر. يا صحافة بتنقل شو اللي حصل وشو فرنسا وماكرون بالنسبة لسوريا الديمقراطية وبالتأكيد عليها. هلا في أمر آخر علاقة بقوات سوريا الديمقراطية، هو موقف إسرائيل وموقف الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ما خلص هذا الاجتماع، كل الدول اللي كانت مشاركة فيه كان المفروض أنه توقع على إيش؟ على الاتفاقية هاي. لكن باتصال من نتنياهو مع الولايات المتحدة الأمريكية، شوفي الصوت كويس ممتاز. صوت مو كويس شباب؟ صوت كويس ولا لا؟ صوت كويس وممتاز. أنا عندي صوت ممتاز. طيب اطلع وفوت، ضبط تليفونك، ارفع الصوت من عندك. فاللي حصل انه رفضت الولايات المتحدة الأمريكية انه توقع على الاتفاق. طبعا المعلومات منشورة في جريدة الشرق الأوسط، أيضا معلومات منشورة أيضا في جريدة الشرق الأوسط. بس هون رح نقول الخفايا. نحن رح نتحدث عن الخفايا اللي موجودة. أول شيء خلينا نقرأ الخبر كما هو.
واشنطن تتنصل من إعلان باريس حول سوريا، وفرنسا ترد باللامبالاة. طبعا فرنسا يعني عاملة حالها أنه مضايقها الأمر، أو يعني ما هامها الأمر كثير، لكن حقيقة الأمر فرنسا تسعى بأي شكل من الأشكال أنه تسرع بالملف السوري. هنا ليس لأنه فرنسا وأمريكا متقاتلين على موضوع معين، لا، فرنسا بدها أنه الحكومة هاي تمشي أمورها بشكل سريع مشان تقدر هي تسيطر وتمشي بالمشاريع تبعيتها بشكل كامل. لكن أمريكا بضغط من الإسرائيليين وخصوصا نتنياهو لها رأي مختلف. طيب ليش ما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على هاي الاتفاقية، ومع أنه الاتفاقية يعني اجتمع عليها الأوروبيين كلياتهم؟ بدي أذكركم بشغلة هامة للغاية. إمتى إجا ترامب على الحكم أول مرة؟ تذكركم بأمر هام للغاية. جوجل شيا. إمتى إجا ترامب؟ 2016. جميل جدا. أول ما إجا ترامب 2016 إلى الحكم، شو سوى؟ ألغى الاتفاقية النووية ما بينه وما بين إيران. هلا واحد راح يقول لي العم شو العلاقة هاي بهاي؟ لا، أنا راح أعطيكم نموذج ومثال بهذا الموضوع. وعمل عقوبات مباشرة على الإيران. مين هون اللي قام الأرض وما قاعدها؟ مو الأوروبيين اللي عندهم مصالح وكانوا يستوردوا البترول من إيران وأوروبا انزعجت وكذا وبدها تحاول تعيد وترجع وكذا. جميل جدا. على رأس الأوروبيين كانوا طبعا فرنسا. بدنا ناخذ هذا المثال. طبعا شو اللي صار بالنهاية؟ الأوروبيين اضطروا يمشوا مثل ما بدها الولايات المتحدة الأمريكية وترامب، وشوي شوي وصفوا إلى جانبها بعد جدال طويل جدا، مع أن أوروبا خسرت مليارات الدولارات، مع أن أوروبا خسرت مئات الدولارات أو مليارات الدولارات. طيب هون بدنا نسقط هذا الموضوع على موضوع المؤتمر اللي حصل في باريس. نفس الشيء، الأوروبيين الآن لديهم مصالح كبيرة في سوريا وعلى رأسهم فرنسا، وبدأ الوضع في سوريا يتغير. هذا ما يعني أنه فرنسا ضد الكرد، وهي قضية مختلفة تماما. حطوا لي القضية قوات سوريا الديمقراطية والقضية الكردية على جنب، نحن متفقين بهذا الموضوع، وفرنسا أعطت كل الكلام اللي نحن بدنا إياه، وقوات سوريا الديمقراطية القوى الشرعية الموجودة في الأرض، وحل القضية الكردية لازم يكون حل عادل وشامل. كل الأمور هذا خليها على جنب الآن، نحن نتحدث بالسياسة الدولية، أمر مختلف تماما. طيب مثل ما قلنا لكم، فرنسا هي المستلمة الملف السوري، والملف السوري بإيد الفرنسيين. الفرنسيين حابين ينهوا على كيفهم هم، باعتبار أنه فرنسا هي الدولة اللي كانت محتلة سوريا سابقا، وهي اللي كانت مقسمة سوريا أيضا في عام 1925 إلى خمس أقاليم وقتها. ونفس المبدأ هذا فرنسا اللي حابة تعيد نفس المشروع تبع عام 1925، وهي أول مرة بقولها مرة أخرى على الأراضي السورية، لكن بصيغة وتقسيم مختلف تماما. التقسيم الأول لم يكن يراعي فيه لا القوميات ولا المذاهب، وتقسيم سايكس بيكو اللي حصل أيضا ما كان يراعي فيه، كان يراعي فيه فقط مصالح الدول الاستعمارية اللي كانت مسيطرة على المنطقة. الآن يريدون إعادة تقسيم الخريطة مرة أخرى، لكن مع مراعاة الطوائف والأديان والقوميات اللي موجودة على الأراضي السورية، لحتى ما يمتد الصراع إلى سنوات طويلة جدا. وهذا اللي تذكروا جملة كنت دائما أنا بقولها الكلمة، وما أعتقد حدا كررها بعدين، بس رح ترجع تتكرر بعد فترة. مين يتذكر كلمة بافر ستيت من الأخوة اللي متابعيني القدماء؟ مين يتذكر كلمة البافر ستيت؟ جميل جدا. الآن المصطلح هذا بدأ يتداول دوليا. الآن المصطلح هذا بدأ يتداول
دوليا، وبدأ الآن الحديث عن البافر ستيت اللي هو إعادة فصل الشعوب والطوائف والقوميات بعضها عن بعض وإعادة رسم الخرائط في المنطقة. وهذا مصطلح رسم الخرائط بالذات، أنا ما قلت تقسيم. من قبل عامين لما كنت أتحدث بهذا الحديث ما كنت أتحدث بالتقسيم، ما كنت أتحدث بإعادة رسم الخرائط. ومصطلح إعادة رسم الخرائط مختلف تماما عن مسألة التقسيم. فأنا من هيك طرحت مصطلح إعادة رسم الخرائط بذاك الوقت. الآن بدأ مصطلح البافر ستيت راح يطلع على الإعلام بشكل كبير جدا. طيب بدنا نوصلكم للنقطة الهامة للغاية بهذا الحديث، أنه الخلاف ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ليس على تطبيق البافر ستيت أبدا، وليس على تطبيق المشروع لإعادة رسم الخرائط واللي راح يبدأوا في سوريا أولا. لا، الخلاف هو على آلية تطبيقه. طيب هون السؤال الذي يطرح نفسه، شلون؟ خلونا نقرأ الخبر وبعدين نحكي لكم شلون. في خطوة أثارت جدلا، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على الإعلان الختامي لمؤتمر باريس حول سوريا رغم الإجماع الدولي عليه. فرنسا التي لم تفاجأ بهذا القرار تعاملت معه ببرود وكأنها كانت تتوقع التخلي الأمريكي المعتاد. طبعا هنا التخلي الأمريكي المعتاد عن المؤتمر وليس سوريا، مشان أصحاب الرؤوس عشان يفهموا الموضوع. هنا التخلي عن هذا المؤتمر وليس التخلي عن المشروع. طيب، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن واشنطن لم تعترض على مضمون الإعلان. هلا كنت بقول لكم إياه. واشنطن لا تعترض على المشروع أو مضمون البيان. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن واشنطن لم تعترض على مضمون الإعلان بل على توقيته. شلون يعني؟ حدا قادر يفسر لنا شلون يعني؟ طيب شو توقيت شو له دلالات هون؟ توقيت هون شو له دلالات؟ طبعا أنا بكل يعني تواضع بقول لكم علمتكم دائما أن تقرأوا ما وراء السطور، ما وراء الخبر. ما علمتكم أنه تقرأ الخبر، لا الخبر. هنا التوقيت الزمني يقصد به اللاعبين الموجودين على الأرض. التوقيت الآن فيه أحمد الشرع وتنظيم القاعدة اللي استلم سوريا، وهنا يربط بنظرية الزمكان. فيعني بالتوقيت هون ليس كالتوقيت يعني لأنه بالشهر 2 سنة كذا، لا، ما له علاقة. له علاقة باللاعبين الموجودين على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن اللاعبين الموجودين الآن في الساحة السورية، وتعتبر هؤلاء ليسوا الممثلين الشرعيين للشعب السوري وتعتبرهم إرهابيين. فلذلك التوقيت الآن غير مناسب لمؤتمر من شأنه دعم سوريا ورفع العقوبات عنها. نحن كلنا بنعرف شغلة واحدة هامة للغاية، إن ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات لن تتجرأ أي دولة أخرى أنه ترفع العقوبات، سواء كانت أوروبا ولا دول الخليج ولا غيره. وهذا الأمر معروف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحارب بالسلاح. الولايات المتحدة الأمريكية تحارب بسلاح العقوبات دائما، وهذا سلاح فتاك جدا. طيب خلونا نستكمل. عفوا، نعيد شوي. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن واشنطن لم تعترض على مضمون الإعلان بل على توقيعه، مبررة موقفها بأنها لا تزال تراجع سياساتها تجاه النظام السوري الجديد.
يعني إيش؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية غير مقتنعة بالحكومة اللي موجودة في سوريا الآن، هي تراجع سياساتها بالنسبة للحكومة اللي استلموا الحكومة في سوريا. طيب أذكركم كلام هام للغاية. قبل فترة قالوا ترامب أول ما استلم الحكم شو قال؟ شو قال؟ قال الأولى أنه يستلم الحكم في سوريا حلفائنا مو الإرهابيين. صح ولا لا؟ بتتذكروا هذا الكلام ولا ما بتتذكروا؟ قربان حج محمد شافيتا ماجدكم، تتذكروا هذا الكلام ولا ما بتتذكروا؟ تتذكروا هذا الكلام وكلام هام جدا. طيب خلينا نجيب من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب ونربطه مع بعض ونعطي حبكة سياسية. جميل؟ جميل. تذكروا الكلام اللي حكيناه من فترة طويلة جدا انه المنطقة لازم تصير اسود، والهاي الاسود لازم يتطهر، وهذا اسمه المرحلة الرابعة اللي راح تقود قوات سوريا الديمقراطية كلياته. عشان اجمع ذاكركم بالمعلومات اللي انا طرحناها خلال الفترة اللي فاتت كلياتها خلال شهور. هون الولايات المتحدة الأمريكية غير مقتنعة بالشرع لا من بعيد ولا من قريب. أذكركم أيضا برئيسة المخابرات الأمريكية اللي استلمت جديد، وش اللي انتقدت فيه الأوروبيين وانتقدت فيه بعض الساسة الأمريكيين؟ شو قالت فيه؟ قالت أنا بالنسبة إلي هؤلاء لا يختلفون عن داعش وهو تنظيم قاعدة اللي استلم سوريا، وأنتقد فيه كثير من الناس اللي بتحاول عم تتقارب من هذا التنظيم اللي قادم طبعا. طيب تتذكروا أنا قلت لكم في مرحلة رابعة، والمرحلة الرابعة هي المرحلة السيطرة اللي راح تكون عليها فيها سوريا كلياتها، وراح ينتقل شكلها من الشكل اللي موجود إلى شكل ديمقراطي، لكن عندنا المرحلة الثالثة لازم نعديها. طبعا اللي يفكر بكلامي هذا أنه ما دام في مرحلة رابعة كيف سوف يتم تعويم هاي الحكومة الإرهابية للعالم كلياته ويرفع عنها العقوبات؟ هذا أمر لا يمكن. قربان آزاد سباسيادتك، هذا الأمر معناته لا يمكن أبدا. صح ولا لا؟ ولا معناته أنا كل شيء طرحته كذب بكذب وما له أي أساس من الصحة وتحليلاتي كلها كانت خاطئة وشيلها ومع السلامة والسلام عليكم ورايح أسكر؟ بالرغم منه يعني أنا أقدر أقول لكم 90 من المعلومات بالمية من المعلومات الثانية اللي حكيتها يعني أصيبت، لكن هذا صلب الموضوع بالحديث اللي نتكلم عنه صار لنا سنتين كلياته. طيب وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فإن واشنطن لم تعترض على مضموع الإعلان بل على توقيعه، مبررة موقفها بأنها لا تزال تراجع سياساتها تجاه النظام السوري الجديد، لكن الحقيقة تبدو أكثر وضوحا. الإدارة الأمريكية لا تريد التزامات تربط يديها في لحظة حساسة. المصادر تشير إلى أن البيت الأبيض يواجه معضلة في التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع، هنا الكلام المهم، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية بينما تعتبر هيئة تحرير الشام منظمة إرهابيا وفق التصنيف الأمريكي. إلى الآن منظمة هيئة تحرير الشام وعلى رأسها أحمد الشرع منظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام اللي بيتكلم فيه هدول السوركيين العرب شول اللي بيحكوا فيه وعم بيقدموا أحمد الشرع على أساس أنه هو الرئيس الشرعي في سوريا وهو اللي راح يعمل الحكومة ويخرب الدنيا وكذا، هذا كله هراء وعلى كلام ليس له أي أساس من الصحة، لا العقلية ولا المنطقية ولا أي بعيد. جماعة ساسوكي كلياتهم بعالم آخر، نحكي الصراحة.
المصادر تشير إلى أن البيت الأبيض يواجه معضلة في التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية، بينما تعتبر هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية وفقا للتصنيف الأمريكي. وفي المقابل ترى باريس لها هون الخلاف، مثل مسألة إيران تتذكروها، أنه نحن قادرين نمنع إيران من السلاح النووي لكن من دون هاي العقوبات القاسية مشان مصالحنا مشان أمورنا. هلا بدنا نجي لموضوع آخر اللي مقارنة فيه طبعا. شو بتقول؟ ترى باريس أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، يعني بتشوف أنه لازم نعطي مجال لسوريا، وهذا أحمد الشرع ممكن هو يغير لباسه ويلبس كلسون جديد ويلبس شورت جديد ويحلق اللحية بالكامل، يعني وخففها. يعني احنا بنشوفها كانت هيك صارت هيك صارت هيك، هلا هيك شوي كمان بيطيرها. يعني باريس هيك شايفة طبعا، مثال هذا طبعا، وانتم شايفين بالصور كل ما تطلع صور جديدة له بيكون خفف اللحية شوي، خفف اللحوة شوي. نحن عم نستنى الشفرة، ما لحد الآن ما وصلت للشفرة، بس رح توصل للشفرة. على كل هذا رأي باريس، وتدعو المشككين إلى منح دمشق فرصة إضافية. يعني خلينا نعطيها فرصة لحتى نشوف الموضوع. إجا عمك نتنياهو بنص الحنبلة وقال لك لا، أنا ما أقبل بأي شكل من الأشكال، وهدول بالنسبة إلي جماعة إرهابيين، وأنا ما بستبدل مجرم بإرهابي أخطر منه. فما في مجال نهائيا لهذا الموضوع. الأمريكيين بيتبعوا مين؟ بيتبعوا عمك نتنياهو. نتنياهو شو قال لهم؟ كذا مشي الحال. يعني مثل ما قلنا لكم، حتى كان امبارح هذا حديثي، مع انه مؤتمر باريس وحضروا الشرع وحضروا مو شرع، هذا الثاني شو اسمه تبعه الشيباني، وزير خارجيته والامور كلياتها، وكان الامر متجه الى وين؟ انه بده يتم التوقيع على الوثيقه وانه بيخلص الموضوع. وهلا الكره صارت بملعب الهيئه، وراح نشوف خلال الفتره القادمه مفروض انه يبلشوا يعدلوا من سلوكهم وامورهم، ويعني يروحوا. الزياره الجايه تبعت احمد الشرع اذا صارت لدوله اوروبيه مثلا راح يكون حلق فيها الدقن وخلصنا من الموضوع هذا كلياته. لكن مو كل ما تشتهيه تجري الرياح بما تشتهي السفن. فالرياح جرت بموقع اخر، طلع لك عمك نتنياهو وقال لك لا، هدول بالنسبه لنا ارهابيين ولن نقبل فيهم باي شكل من الاشكال. طبعا هون تاخر الولايات المتحده الامريكيه بهذا الموضوع راح يؤدي إلى بلورة الوضع السياسي بشكل أوضح في سوريا خلال الفترة اللي فاتت، الفترة الجاية عفوا. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا لكم المفصل بأي اعتراف بالنسبة للحكومة وإعادة تعويمها على المستوى الدولي يكون من الولايات المتحدة الأمريكية. امبارح تحدثنا أيضا عن اتجاه أو محمد الجولاني ساسوكي الأعظم، ووثيقة مسربة كمان طلعناها على التليجرام على صفحتنا، انه يعطي توجيهات لمطار دمشق الدولي باستلام شحنات كبيرة جدا من الأموال السورية المطبوعة. التقارير المخابراتية تذكر بأنه إيران أيضا لها يد بهذا الموضوع. تذكروا امبارح لما قلت لكم، أو مو امبارح، يعني فترة طويلة قلت لكم شالوا بشار الأسد وحطوا أبو محمد الجولاني فقط محله لحتى يغسلوا كل جرائم بشار الأسد بشكل نهائي. وهي اتفاقية استانا اللي عم تصير بالأرض عم تطبق بشكل واضح، أو بشكل خفي رح توضح الصورة بعد فترة. الآن بدأت الصورة تتوضح أكثر فأكثر. فالتقارير المخابراتية تقول نعم، هناك ملايين التريليونات الليرات السورية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي، لكن هاي التريليونات ليست فقط روسيا المشاركة فيها، لا، مشاركة فيها أيضا إيران. إذن إيران مشتركة بالحكومة الجديدة، معناته هاي الاتفاقية فعلا هي اتفاقية استانا اللي تطبق. هلا 200 مليار تريليون، الأرقام كانت متضاربة بشكل كبير جدا من العملة السورية. الهدف
من المسألة كلياتها الآن الحديث أنه في أموال طائلة بالعملة السورية وصلت المطبوعة وعليها صورة بشار الأسد. المفارقات، العملة المطبوعة اللي وصلت إلى مطار دمشق الدولي كلياتها عليها صورة بشار الأسد. نعم، كلها عليها صورة بشار الأسد. فالمصيبة هنا يعني فهمت علي شلون؟ يعني هلا الجولاني بده يوزع عملة ورواتب على الناس كلها بالأموال الإيرانية الروسية اللي كل واحد له دور بهذا الموضوع. رجاء احترام الجمهور على أثم. فالمفارقة بهذا الموضوع بأنه العملة اللي وصلت إلى دمشق واللي راح يوزعوها عليها صورة بشار الأسد. شوف الكارثة وين، يعني شوف الغباء تبع المعارضة السورية والسوركيين اللي موجودين يعني، وهدول كلياتهم طالعين بيتحدثوا بالشرق والامور كلياتها رايحه بالغرب واقصى الغرب، وشوي شوي راح تتهور الامور كلياتها وتضيع. برجع بقول لكم اياه، انا بالنسبه إلي شخصيا ما في فرق بين الجولاني وبشار الاسد ابدا، تم استبداله. بس في شيء واحد بس، هلا بالنسبه لسوريا بحكي على المستوى الدولي، المجرم بشار الاسد، انا بدي اقولها هيك مشان ما حدا يفكر انه انا عم بروج لبشار الاسد او انا من الشبيحه او كذا، لانه بس انا معروف يعني عند المعارضه قبل اخواننا الكرد اللي بيعرفوا اساسا، انا من اوائل المعارضين الموجودين، يمكن قبل ما تبدا الثوره السوريه بكثير وكثير كمان، واللي بيعرفوني شخصيا حتى. بالعكس سوريا خسرت كثير باستبدالها بأبو محمد الجولاني. حدا يقول لي ليش عشان اجاوبه. حلو، قلتوا لي ليش. بشار الأسد كان يمتلك الشرعية الدولية في المحامل الدولية باسم الدولة السورية، سواء سباس حسن، سواء رضينا ولا ما رضينا، كان يمثل الدولة السورية في المحافل الدولية كلياتها. أحمد الشارع ما عنده ما عنده هاي الشرعية. أحمد الشرع ما عنده هذا الشرعية، فاستبدلوا واحد بواحد آخر بأقل شرعية من الآخر. فهمتوا المسألة السياسية في القانون الدولي هنا؟ المصيبة القانونية اللي حصلت الآن، بشار الأسد على كل إجرامه بغض النظر عن إجرامه وقتله وكذا وهي، هلا أنا ما عم بقول كشرعية مستمدة من الشعب السوري، أنا بستحدث عن الشرعية الدولية، والشرعية الدولية مختلفة تماما. فالآن عدم قبول الولايات المتحدة الأمريكية بشرعنة أحمد الشرع ووقوف إسرائيل بوجه هذا المشروع طبعا، وهذا طبعا كلياته ليش؟ أحب أشغل أدمغتكم، أو على الأقل إذا ما قدرت أشغل أدمغتكم عندما أسألكم السؤال وأجاوب عليه أنا بعدين بعرف أنه رح يترسخ في عقول. هاي طريقة نفسية لترسيخ المعلومة في عقول المتلقي، فأنا بتخذ هذا الأسلوب. ردا على تركيا، ردا على تركيا، كل وضوح بقول لكم إياه. شفنا احنا تركيا تغلغلت بكل أجهزة الدولة السورية وتحاول تستلم قدر المستطاع، مع أنه سوريا أكبر بكثير على قدرات تركيا، وهي تركيا عرفانة هذا الشيء. تركيا تعلم تماما أنه سوريا أكبر من قدراتها وتحتاج كثير من الدول العالمية معها. لكن إسرائيل وحسب مصالح الإسرائيلية الموجودة تتعارض مع المصالح التركية، وهي حقيقة. المصالح
التركية في سوريا تتعارض مع المصالح الإسرائيلية، وهذا من حسن حظنا حقيقة بقوله. فلذلك هناك صراع كبير على الأرض السورية بالوكالة ما بين كل هالدول هاي كلها، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، إسرائيل، تركيا، كلياته، كل الدول العالمية، الصين، اليابان، لك حتى في أفارقة موجودين وكذا، وهاي في سوريا يعني صاروا. يعني بس احنا هنا نذكر أهم الدول الرئيسية اللي هي في صراع. عندك سوريا، عندك روسيا، إيران، من خلفهم الصين طبعا، وعندك انت تركيا كدول اقليميه، وعندك اسرائيل، وعندك ايضا انت الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي اللي معه فرنسا وغيره وغيره كلياته. هلا بالتفاصيل الصغيره جدا يختلف الحلفاء، بالتفاصيل الصغيره يختلف الحلفاء، لكن المشروع العام ما مختلفين عليه مثل ما ذكرت لكم الان. يعني لما الولايات المتحده الامريكيه ترفض انه توقع على وثيقه مؤتمر باريس، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ضد المشروع اللي مطروح أساسا على المنطقة، لا، لكن ضد طريقة تنفيذه. بالنسبة للفرنسيين أنا ما عندي مشكلة إذا ينفذوا أبو محمد الجولاني، الفرنسيين هيك يفكروا، إذا بينفذوا أبو محمد الجولاني ولا بينفذوا مين ما بينفذوا ينفذوا. بالنسبة للفرنسيين ما عندهم مشكلة. بالأمريكان لا عندهم مشكلة، بالأمريكان عندهم مشكلة انه انا حاطط هذا على الارهاب، وانا هذا بالنسبه لي ما اقدر اعتبره الحل القادم في سوريا وتمشية المشروع. فلذلك انا احتاج الى طرف اخر، وطرف قوي جدا. ولذلك فرنسا كانت مركزة على قوات سوريا الديمقراطية بشكل كبير جدا، لأنه فرنسا كانت تعلم أنه في صعوبة أن الولايات المتحدة الأمريكية تبلع هذا المشروع نوعا ما. فلذلك كان كل تركيزه أيضا أن قوات سوريا الديمقراطية هي حليفتنا، ويجب الحفاظ على كيانها الموجود في شرق الفرات، وعلينا بالتأكد من جاهزيتها دائما. وقوات سوريا الديمقراطية نحن مدينين لها بمحاربة الإرهاب، يعني بما معنى الحديث هذا كلياته المكرون اللي ذكره. ما كان هذا الحديث كلياته إلا بالنسبة لفرنسا إيش؟ تجهيز للخطة ب، في حال إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اعترضت على الخطة ألف. فهمتوا الموضوع؟ أتمنى يكون كلامي واضح، يعني ما فيه تعقيد، وأنه أحاول أبسط المواضيع قدر المستطاع. الخطة ألف اللي بيسألني يخرب بيت سنتكم ما فهمتوا خطة ألف طيب رح نشرح فيها شيء بسيط، معلش أنا بعرف في ناس بتفهم العقول شوي متفاوتة، مع احترامي للجميع، لكن حقك إني أشرح لك. الخطة أنه يقوم أبو محمد الجولاني بتنفيذ الخطة. الخطة أنه أبو محمد الجولاني هذا سلموه السلطة أنه هو اللي يقوم بتنفيذ هذا المشروع، ويتم تعويمه وشوي شوي وكذا، وتروح سوريا إلى التقسيمات الإدارية اللي هم راسمينها بوجود أبو محمد الجولاني. الخطة ب هي عدم الاعتماد على الجولاني وتركه فترة زمنية فقط معينة، وبعدين التخلص منه، وتأتي المرحلة الرابعة. هاي الخطة ب. طيب أنا كصلاح الدين الكردي قبل ما يجتمعوا في باريس، وقبل ما يلتقوا، وقبل ما يحطوا الخطة والخطة ب، أنا عرفان وين رايحة حسب قدراتي العقلية لقراءة المشهد المستقبلية. فلذلك أنا أعطيتكم إياه من أساسها قبلها، أيضا قلت لكم في مرحلة رابعة، لأنه ما راح يقبل في الجولاني، ولا يوم من الأيام شفتوني كوعت أيضا، ولا قلت أن الجولاني راح يصير رئيس فعلا وكذا، لأني أنا واثق تماما أنه لا يمكن الخطة ألف أن تنجح، فذاهبين إلى الخطة ب. إذا لدينا الآن مرحلة ثالثة من ضمن الخطة ب، اللي هي بين بعضهم هم نفسهم، وبعدين ننتقل إلى المرحلة الرابعة في سوريا. هلا إن شاء الله انفهمت شو هي الخطة وشو هي خطة ب، ما هي من ضمن المشروع بالأساس،
هون التعقيد بالموضوع أنه الخطة ألف والخطة ب هي من ضمن المشروع بالأساس، فصعب إنك تفرق شلون هيك كذا وهاي، لأنه هي مثل العقدة. أتمنى إنكم قدرت إني أبسط لكم إياه، وراح ناخذ 5 دقائق استراحة فقط ونرجع لنكمل الحديث. شو نسمع خلال هذه ال5 دقائق؟ أمام معررات أحلى شيء. أنا قبل هالمرة هلا في صوت؟ في صوت، ليش عم يقولوا ما في صوت؟ طيب، المسألة مو مسألة إنك تاخذ جزء من كلامي ومن أفكاري وتصير تطرح وتنسبه لنفسك. العبرة ليست في إنك تسرق الأفكار، العبرة في إنك تكمل المشروع اللي بتحدث فيه. وأنا حكيته عند الأخ اللي كنت بطلع عنده بالزمانات وكذا، قلت له مين ما بياخذ من أفكاري خليه ياخذ، ما عندي مشكلة نهائيا، بس يا ترى هو قادر إنه يكمل. هون العبرة، وليس العبرة انه اخذ كلمة او اخذ فكرة وبلش يتحدث فيها، لانه السياسة فيها متغيرات، فيها اساسيات اللي بتعتمد فيها على بناء اي فكرة تطلقها، لكن فيها ايضا المتغيرات اللي انت لازم تكون ملم فيها لحتى تقدم المشروع على اكمل وجه. فالعبرة هون خلي ياخذوا ما يشاءون، لكن مين اللي قادر يكمل؟ هون الموضوع الهام. ملاحقيني على الدعسة اخوي، 2200 300 واحد بتيجي تسمعني في ذروة الكلام اللي بتحدث فيه، هل هم غشم؟ ما في حدا طرح حمار حاشا من هون، الناس كلها تعرف، وكل اللي قاعد تحت وعم بيتسمع على هؤلاء اللي بيتحدثوا في نفس المواضيع اللي انا طرحتها وعم بيضحكوا عليهم. صدقوني صدقوني، صح شعبنا عاطفي وكلام هذا كذا، بس شعبنا مو غبي. عاطفي نعم، بس مو غبي ابدا، خصوصا اللي بيستمعون سواء كانوا اخوة عرب ولا كانوا من اخواني الكرد. ما في حدا غبي نهائيا، عرفانين كل الكلام هذا منين بيطلع وشو بيطلع، وحتى اذا في عليه تغيير او تحريف او تحوير او حك او شخبطه، بيعرفوا حتى هاي التحوير والخط والشخبطه هاي منين طالعه. فالعالم مو غشيم اخوي، لا تكتب عندهم اسمي ولا من يحزنون، كل العالم بتعرف. أنا بيشهدوا علي أعدائي على فكرة قبل أصدقائي بكتير، عشان تعرفوا.